يا كابتن حسن. يا كيمو. ازيك يا كابتن حسن؟ حبيبي ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازيك انت حبيبي، عامل ايه؟ كله تمام. الحمد لله يا حبيبي كريم حبيبي. كابتن سامي شيشيني وكابتن شادي بيسلم عليكم. انا لسه هقول لك تسيل عليهم جميعا حياتنا ايه يا كابتن؟ كده دايما موفقين. طيب علي صوتك شويه يا كابتن حسن عشان الصوت بعيد، مش عارف انتوا كلكم صوتكم تسيل واطي النهارده. عليهم وكده وموفقين دايما ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن. ازي حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله سامي، الحمد لله. مختفي فين يا كابتن حسن؟ انا مش مختفي، انا دي طبيعتي يا كريم يا حبيبي، انت عارف ان انا راجل مقل في الاعلام يعني، غير التحليل اللي انا بطلعه، غير كده ما مش هتلاقي مني او مش هتلاقي اخبار عليا خالص يعني. الحمد لله الحمد لله. طيب قول لي يعني رايك ايه في الدوري المصري، ودخلنا اهو في الاسبوع ال 15 النهارده اول لقاء. في الدوري المصري مش عاوز اقول قوي ومش عاوز اقول ضعيف، لكن عاوز اقول ان في فرق يعني خلاص يعني هي حطت ايديها، و سوري مفيش حد هيقدر عليها، لا الكلمه دي كبيره شويه، لكن فرق واثقه من نفسها قوي، زي النادي الاهلي، زي المقاصه، زي المصري. عاوز اقول في شويه كده طلائع الجيش، شويه المقاولين، عارف انت ازاي. واحنا شايفين وادي دجله وانبي مستواهم مش هو المستوى. سموحه برضو يعني ماشيه في نفس النظام، بس انا متهيألي بعدت دلوقتي عن المنافسه يعني. فهو الدوري سموحه الرابع دلوقتي. ما انا بقول لك يعني ما انا بقول بعدت عن المنافسه، مش دخلت المربع الذهبي، لكن هي فرقه طبعا، فرقه من الفرق كويسه اللي هي كانت بتنافس بقى لها سنتين ثلاثه، بتنافس على بطوله الدوري وبطوله الكاس. يعني ما اقدرش اقول لك في فرق اكتر من كده، لان هم دول اللي احنا بنحب نتفرج عليهم ونحب. يعني انت عاجبك المصري وحسام حسن السنه دي، وعاجبك المقصه؟ طبعا حسام حسن السنه دي وحسام حسن السنه اللي فاتت، وعامل نتائج كويسه، واحنا طبعا بنقيس المدرب على حسب نتائجه وكريم. والمقاصه طبعا وسموحه. وادي دجله كان في الصوره وبعدين برضو اختفى شويه، برضو زي ما بيقولوا ايه، مش عاوز اقول بكثره التغييرات، لكن دلوقتي هم معاهم ميدو تهيألي هيتظبطوا شويه مع ميدو ان شاء الله. دي الفرق اللي انا اقدر اقول لك عليها، والباقي كله بقى بيلعبوا بقى عشان ايه؟ يحموا نفسهم من الهبوط. هتلاقيهم برضو ماتشاتهم اقوى بكثير من ماتشات الفرق الكبيره. طبعا النادي الاهلي يعني هو المتربع دلوقتي 35 جول. نادي الزمالك بيحاول ان هو يخش المنافسه، لان هو عنده 4 مباريات مؤجله، فبيحاول يخش في المنافسه، فعشان يخش المنافسه لازم يكسب الاربع. كام على الاهلي ولا الزمالك؟ انا بتكلم على الاهلي، بقول لك الاهلي الاول وبعدين دخلت في الزمالك. الزمالك عنده مؤجل، عاوز مؤجلات 4. طب رايك في اداء الاهلي يا كابتن حسن مع كابتن حسام البدري؟ انا بحب الكره كريم، وشادي عارف الكلام ده، وسامي عارف الكلام ده. انا بحب الكره الجماعيه، وبحب الكره اللي ما بتعتمدش على لعيب واحد. النادي الاهلي كورته بقى له سنتين، السنه اللي فاتت والسنه دي، وما كانش معاهم السنه اللي فاتت كابتن حسام، لكن السنه دي في حاجات كثيره اتطورت لبعض اللاعبين، طور بعض اللاعبين بشكل كويس، وهم بيلعبوا كره جماعيه بشكل كويس، وفرقه بتلعب كوره لاخر دقيقه، ودي ظهرت بشكل كبير جدا في مباراه المباراه اللي فاتت بتاعت مع سموحه. اسمه سعد سمير. عارف ازاي يعني دي بتبين لك في الدقيقه السادسه من الوقت بدل الضايع. فعشان كده انا بحب اتفرج على الكره الجماعيه، ولما احب اتفرج على الكره الجماعيه واجي احللها، فبكون بحللها وانا متمتع وانا مبسوط، عارف انت ازاي، غير ما اتفرج على كره بقى صد ورد وكر وفر والحاجات دي كلها يعني. ايوه. طيب كابتن حسن، مش هقدر اسيبك غير لما اعرف رايك في الزمالك. انا قلت لك الزمالك فيه احسن فرقه، انا قلت لك الزمالك في 4 ماتشات المعادلات. لا بكلمك على اداء الزمالك. انا هقول لك يعني يكسب ال4 ماتشات دول، لو كسب ال4 ماتشات ودخل المنافسه تهيألي هترجع الثقه تاني لنادي الزمالك. نادي الزمالك بيفتقد الجماعيه، بالرغم هو عنده احسن لعيبه في مصر. انا بعتبر نادي الزمالك السنه دي مستشار مرتضى منصور جايب لعيبه النادي الزمالك احسن لعيبه في مصر، لكن كلها بيلعبوا فردي يا كريم، كله بيلعب كره فرديه. حتى كونه بيقول لك استلي صفقه ما اعرفش، لا استلي لعيب جامد قوي، وصفقه تعتبر جامده قوي، بس الكره الفرديه اللي بيلعبوها كل واحد
عندهم مواهب جامده قوي وامكانيات فنيه عاليه قوي، بس كل واحد بيستغلها لنفسه ما بيستغلهاش لصالح الفرقه. وعشان كده مش هتلاقي حد كويس في نادي الزمالك، لان مفيش الكره الجماعيه، في نفس الوقت نتائجهم بتدل على الكلام اللي انا بقوله ده. كابتن حسن ازاي حضرتك؟ وحشني شادي محمد وحضرتك. ازيك يا شادي؟ خليني اقول لك يعني ما ممكن بقالنا مده ما اتكلمناش كبيره، لكن انا على المستوى الشخصي ربنا يعلم بحب حضرتك قد ايه، ودايما بقول ما كنتش محظوظ بشكل كبير في المنتخبات الوطنيه، لكن فرصتي الكامله الحقيقيه في اي انترفيو بقول الكابتن حسن شحاته هو اللي اداها لي بشكل كبير جدا. ربنا يخليك يا شادي. واحده من اهم البطولات حققناها مع بعض مع مجموعه لعيبه محترمه وجهاز فني محترم واتحاد كوره محترم 2008 طبعا. وكابتن حسن شحاته هو قال جمله مهمه جدا يا كريم طول الوقت في المعسكرات، ولما كنا في بطولات مهمه دايما بيحب الناس ما يحطش ضغوط عليها. من افضل المدربين اللي بتعمل كده، انزل متع نفسك وانا في ظهرك. الكلام ده كان بيتقال لنا بشكل كبير، واحساس الوطنيه بالمدرب اللي انت تكسب عشان تفرح شعب ده غزاه ونما فينا. فعشان كده الكابتن حسن شحاته قيمه كبيره في المدربين في مصر. وانا يا كابتن مره تانية بشكرك على دعمك وانا بلعب، وانا على المستوى الشخصي بحترم حضرتك جدا. اللعيبه الحريفه. هو شادي حريف يا كابتن حسن؟ كابتن حسن حريف مين يا كابتن حسن؟ حريف ازاي يعني؟ بس يعني ما تجاملوش بقى يا كابتن حسن. هتصدقني ولما اقول لك والله هو حريف عشان انا هو قال لي ان هو اشول. وكان بيلعب رجله الشمال وهو اتضح انه مش اشول. عرف لدرجه ان انا مره لعبته سيرد باك وباك. ايوه صح. سيرد باك وباك فين؟ في جنوب افريقيا. صح. كنا بنلعب مع كان الفرقه بتاعت لا انجولا في 2008 وزامبيا. وانجولا. كنا بنلعب في انجلترا ولعبته على اساس ان هو قال لي ان هو بيلعب بشماله، فلعبته مساك وباك. وطلع بيعرف يلعب بشماله ولا لا؟ اول مره بيلعب بشماله، مع ده اللي خلاني استغرب. وبعدين طبعا انت عارف الخباصين كتير في الفرقه، فقالوا لي يا كابتن اشول ايه ده ما بيعرفش يلبس الجزمه الشمال. طبعا انت عارف احمد فتحي وسيد معوض المجموعه دي كلها. لكن دي كانت اول مره بلعب بثلاثه بس يا كريم، ثلاثه سيرد باك. ثلاثه سيرد باك والظهرين عاملهم جناحين، لكن شادي كان بيسد من الناحيه الشمال، بيلعب باك شمال وقلب دفاع شمال. انت مسكت الشيشيني برضه في الزمالك كان هاف ديفندر جامد جدا. فاكر طبعا. وهو عارف كنت محظوظ يا كابتن، يعني انا اشتغلت مع حضرتك واشتغلت مع الكابتن جوهري، فطبعا دي يعني من احسن 2 مدربين موجودين في مصر، فكان لي الحظ ان انا اشتغلت مع حضرتك فتره في الزمالك. ربنا يخليك يا سامي. ربنا يخليك. سامي كمان من الناس اللي انا قلت لهم المعلومه اللي هم في ناس كتيره بتفتقدها، وهي راجل انت بتلعب لعيب نص ملعب، يعني لازم تقيس كده من الشبر الركنيه اللي هنا لغايه الشبر الركنيه الثانيه اللي قدامك، لازم تدوس على الارض دي كلها. وبعدين انت ما بتلعبش هاف ديفندر يبقى هاف ديفندر، او بتلعب بلاي ميكر يبقى بلاي ميكر. لا، هاف ديفندر وبلاي ميكر وسكورر في نفس الوقت. عملت الشغل ده هتبقى حاجه كبيره جدا وحاجه ثانيه خالص. كابتن حسن، متوقع ايه الماتش امبي والاهلي النهارده؟ لا يا كريم، يعني انا عشان اتفرج على الاهلي بس، انا كنت المفروض النهارده اكون موجود في الاستوديو، بس في ظروف كده منعتني ان انا اروح واعتذرت يعني. لا، الاهلي بيلعب كره حلوه يا كريم. الاهلي بيلعب كره حلوه، وخاصه يا كريم في الثلث بتاع المنافس، الثلث الهجومي او الثلث الهجومي، او النص بتاع نص الملعب بتاع الفريق المنافس. عشان كده وبعدين عنده اكتر من واحد يجيب جون يا كريم. مش الفراوده، مش المهاجمين اللي بيجيبوا جوان، لا، الناس اللي جايه من تحت، بيلعبوا تحت المهاجمين. دي بتبقى ميزه كبيره جدا جدا ومش موجوده في اي فرقه يعني. امبي ليه مش هو امبي بتاع كل سنه؟ مش عارف يا كريم. يعني انا مش عارف، يعني بعد ما سابوا الكابتن علاء عبعال، وكان قبل كده سابوا الكابتن حماده صدق، كلام سمعنا كلام كتير، يعني كلام كتير احنا ما بنصدقوش يعني. واحنا عارفين ان نادي امبي نادي كبير، ونادي عنده لعيبه كويسه قوي، ونادي بيصرف مصاريف ماديه كتيره جدا جدا. فما اظنش ان ممكن يبقى في مشاكل بين اللعيبه اللي من خلالها بيؤدي الى سوء النتائج. يؤدي لسوء النتائج. طالما بقى في تغييرات كتير في الاجهزه، يبقى هو الكلام اللي احنا بنسمعه ممكن يبقى صح، الله اعلم. تمام. تحب تقول حاجه تانية لجمهور مصر يا كابتن حسن؟ لا، انا اقول اللي انا عاوز اقوله بس، ان شاء الله طبعا مع سامي ومع شادي ومعاك انت ومع اي حد، يعني ان شاء الله كده دعوات منتخبنا ان شاء الله
ان هو يتأهل، وقبل ما يتأهل لازم ان شاء الله يعمل حاجة كويسة لشعبنا ولجمهورنا في الامم الافريقية اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حسن. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسن شحاتة.